لسه راجع من المتحف المصري الكبير، وكانت تجربة رائعة وفاخرة وجامدة جدا. بجد انبسطت جدا في أكبر متحف في العالم. ما بلاش مبالغة بقى، ما هو أكبر متحف في العالم. هو أكبر متحف في العالم، يعني بالأرقام بقى، بعدد القطع، بالحب بتاعه، هو أكبر متحف في العالم. الناس متعاونة جدا، منظم جدا، الدخول جميل، المعروضات محطوطة بمنتهى الشياكة وبالطريقة الجمالية والعلمية، عشان تقدر تفهم وتنبسط وتستمتع بالمعروضات موجودة. انتوا متخيلين يا جماعة ان المتحف المصري بتاع التحرير، المتحف القديم في ميدان التحرير ده، اتفك بثلاث متاحف. اتفك بالمتحف المصري اللي في التحرير اللي لسه موجود فيه، وهتلاقوا فيه يويا وثويا، وهتلاقوا فيه صلاية مرمر، وعلى حسب ضحى المرشده اللي كانت معانا لسه في قناع توت عنخ امون، فلو رحتوا هناك وما لقيتوش ماليش دعوه. واتفك كمان بالمتحف المصري الكبير اللي هو اكبر متحف في العالم، ومتحف الحضارات اللي فيه المومياوات الملكيه. نروح للمتحف المصري الكبير. طيب، ايه بقى الاسئله بقى اللي ممكن تتسال؟ يعني التذكره بكام؟ التذكره ب 200 جنيه للمصري. ويا ريت، ومش يا ريت، هو لازم يكون معاك البطاقه. تقول لي يا عم ده انا شبه رمسيس الثاني، معلش. يا عم ده انا شكلي مصري، ده انا شبه قدره الفوت، معلش. ده انا من ملاوي، هيسالك على البطاقه. التذاكر موجوده فين؟ التذاكر موجودة قبل ما تخشوا في شباك تذاكر، وممكن تحجز اونلاين جايد التور، يعني جوله بمرشد او مرشده سياحيه. انا دخلت اونلاين، وممكن تحجز الوقت واللغه اللي انت عايزها. يا عم تور جايد يا عم، وانت خواجه؟ يا عم حبيبي، عادي، مش اي حاجه. ايه المشكله يعني ما تحجز تور جايد؟ تور جايد كانت بنت عندها شغف وفاهمه كل حاجه، وشرحت لنا في ساعه ونص 7000 سنه حضاره. كنا مصريين، كل اللي معايا كانوا مصريين او عرب، منطقي يعني. كان معايا اولادي، والمرشده كانت بصراحه كانت عندها شغف مش طبيعي، وكانت صبوره جدا مع اسئله الاطفال واسئله الاطفال الكبار اللي زي حالاتي. عرفت حاجات جديده، يعني عرفت ان احنا عندنا حجر شبه حجر رشيد، برضو مكتوب برضو بالهيروغليفي وديموتيقي واليوناني في تانيس. كنتش اعرف المعلومه دي، اول مره اشوفها. شفت تمثال لحورس من الذهب والفضه، والفضه ده كانت حاجه نادره جدا جدا عند قدماء المصريين. الجوله بتبتدي ازاي؟ بتبتدي بتركن العربيه في باركينج 50 جنيه، يا بتروح تجيب تذاكر، يا اما لو انت اصلا حاجز من اونلاين الجايد التور، التيكتس العاديه مش افيلبل اونلاين ده حاليا. بتخش على طول، بيبعت لك التذاكر على الايميل بتاعك، فيا ريت تداونلود التذاكر عشان بس ما تقعدش بقى تدور على الايميل والشبكه وقعت والنتورك مش شغاله، فتبقى ومعاك البطاقه عشان يثبت انك انت بتاع. الجايد التور ب 375 جنيه للمصري، والطالب والطفل ب 175 جنيه. انصحك كمان تروح قبليها بنص ساعه. يعني انا مثلا حجزت 11، انا رحت 10. شربنا قهوتنا في كافيهات هناك، في مطاعم، في محلات سوفونيرز، وبتروح قبليها بنص ساعه ربع ساعه، بتاخد سماعات. تقول لي ايه ده سماعات؟ ايه لازمه السماعات دي؟ السماعات دي عشان خاطر تحطها في ودنك، وهي عشان خاطر المرشده بتتكلم، فهي هتكون بتتكلم بالعربي، واللي جنبيها بتقول مثلا ده تمثال اخناتون، وجنبيها مرشده بتتكلم انجليزي and this is خوفو، فهتبقى سويقه. فهي بتتكلم معلقه مايك، واحنا كلنا ماشيين، كنا 20 30 واحد بالسماعات، فسامعينها كويس جدا. الجوله بتبتدي بانك انت عندك في حاجه اسمه سلم الحضارات. السلم ده سلم كبير تطلعه، ولو انت مش عايز تطلع على رجلك في جنبيه سلم كهرباء، ولو انت عندك بتستعمل كرسي بعجل، في برضو اسانسير مخصوص للموضوع ده. وفي المتحف ده لاي حد عنده سبيشال نيدز هو معمول حسابه، حتى لو كان نظره ضعيف او يعني عنده مشكله في الابصار. طيب المتحف كله فتح؟ لا، فتح 12 قاعه. مجموعه توت عنخ امون لسه ما فتحتش، وفي متحف للطفل ما فتحتش. واحنا ماشيين كانت ضحى المرشده بتقول لنا ان هنا في، بيبصوا تحت في كهوف. انا ما اعرفش هل كهوف يعني ايه كهوف، يعني هم عاملين كهوف تحت الارض ولا يعني مش فاهم. فواضح ان الحاجات اللي لسه ما فتحتش دي هتبقى حاجه يعني عظمه العظمه. وده الجوله بقول لك بتبتدي بالسلم الحضارات ده، هو محطوط عليه بقى منحوتات وتماثيل للمصري القديم من وتدرج معتقداته وتدرج التاريخ. وانا اتحدى اي حضاره في الدنيا مش عندهم نص السلم ده ولا ربع السلم ده، عندهم سلمتين من السلم ده. بيخلص السلم الكبير ده بتلاقي فيو للثلاث اهرامات تحفه. خد السيلفي المتين بتاعك، التصوير هناك
طالما بموبايل اعمل زي ما انت عايز، بس ما تحطش بقى ترايبود وتطير درون وتجيب بقى كيرين لا. في بوسز طبعا لهواة السيلفي والبوسز والكلام ده كله موجود طبعا، ولازم طبعا هتاخد الصوره مع تمثال رمسيس الثاني، ده اكيد دي الصوره الرسميه. تليفون كمان، والتليفون بيردوا على طول، هتلاقوا ناس متعاونه جدا. بس اشوفكم هناك بقى، انا اكيد رايح تاني يعني.